سؤال للكابتن حسام حسن. يا دولي، يا عالمي، انت كنت راجل لعيب يعني مفيش منك. ايه السبب او يعني المقنع او السبب المنطقي اللي يخليك تقعد مصطفى محمد على الدكه؟ انت مقعد فرده تقيله بتلعب في الدوري الفرنسي على الدكه يا راجل، ده انت ما لعبتوش من اول البطوله. فين المنطق في ده؟ ما هو لو الموضوع بالمزاج، هي ما بتمشيش بالمزاج. يعني هو ما بيمشيش بالمزاج، الكره مش ماشيه بالمزاج. يعني هو السبب الوحيد اللي الناس ممكن تكون عارفاه ان مصطفى محمد ما بيلعبش عشان ما رضاش يروح الاهلي. ما هو ده السبب الوحيد، مفيش سبب تاني. نو واي. يعني مفيش سبب يخليك انك تقعد سترايكر، احسن سترايكر في مصر، تقعد على الدكه. الراجل ده كان لازم يبدا في التشكيل اول ماتش في البطوله. ايه السبب؟ انا ما اعرفش غير السبب اللي انا قلته، واكيد في ناس كتير هتأيدني في الموضوع ده. يعني حتى الراجل جاي تنزله في ماتش بنين في اخر دقيقه في الوقت الاضافي الرابع، الراجل نازل مدخن، الراجل بيدخن على الخط، الراجل مش طايق، وجاي تقول له على الخط انزل يلا عايزك تعمل اداء كويس، وريني اداء حلو. منين؟ انت بتطلب من لعيب محترف، تطلب منه ايه في اخر دقيقه؟ راجل بيلعب في الدوري الفرنسي، ازاي يقعد على الدكه؟ وبعدين انا عايز افهم حاجه، يعني انت قبل البطوله طلعت تصريح ما يطلعش من مدرب يعني فاهم، مدرب عاقل. طلعت وقلت على مصطفى محمد انه ربع محترف. ليه يا كابتن؟ ليه بس انا عايز اعرف. يعني انت ايه مشكلتك معاه؟ في حد يطلع على لعيبته تصريح زي ده؟ هيلعب ازاي؟ ولا هيجيله نفسيا يلعب ازاي؟ ولا هيديك كوره ازاي؟ وبعدين جيت في البطوله قعدته على الدكه. الراجل ده ما يقعدش على الدكه. مصطفى محمد ما يقعدش على الدكه. انت تقدر تقعد صلاح ولا تقعد مرموش على الدكه؟ من رابع المستحيلات. ملهاش حل. الراجل ده لازم يبدا التشكيل في ماتش الكوت ديفوار الجاي. ماتش الكوت ديفوار الجاي ده ماتش تقيل، لازم يبدا. انت القوه الضربه عندك لازم تبدا صلاح، مصطفى محمد، مرموش، وراهم امام عاشور. الاربعه دول مش هيطلعوا من الملعب، ما يطلعوش. لا يعني مفيش مجال. انت هتلعب الكوت ديفوار، والكوت ديفوار جايه عندها طار منك. انت لازعها قبل كده يجي 3 4 مرات، فعندها طار ان هي هتنزل هتاكل النجيله. هتبص هتلاقي يعني قطر اسباني وفرنساوي في الملعب. عندك حصان رابح، ما قعدوا على الدكه ليه؟ مصطفى محمد انت كده بتبطلوا كوره. انت يعني فعليا بتبطلوا كوره. وله حق المدرب بتاعه في نانت الفرنسي يقعدوا بقى على الدكه، يقول لك اه طب ما انا كان عندي حق. انا كان عندي حق بقى ان هو لعيب، انا شايف انه لعيب قليل فمقعدوه على الدكه. انت بتاكد وجهه نظره. هو ملهاش حل انك عايز تبطل مصطفى محمد كوره لانه رفض عرض الاهلي، والموضوع ده مش بالمزاج ولا بالحب. مفيش مدرب بيعمل كده يا جماعه. يعني المدرب دلوقتي ماشي بالبركه، يعني قصدي المنتخب دلوقتي ماشي بالبركه. انت بتكسب وبتعدي وماشيه معاك بالحظ وسالكه وقابلت بنين، يعني بص ربنا كرمك. مش هتمشي بالبركه بعد كده، مش هتمشي بالحظ، قسما بالله ما هتمشي. عدت مره واثنين وثلاثه وربنا جبر خاطرنا 100 100 زي الفل. لكن الماتش الجاي ماتش تقيل. انت لو ما لعبتش بالتشكيل اللي المفروض تلعب بيه اول البطوله ولعبت كل اللعيبه في مراكزها، لا احنا هناخد على وشنا. يعني ضرب نار الماتش جاي، ضرب نار. نو واي. كابتن حسام انت راجل محترف، انت راجل بروفيشنال. ما تقعدش راجل محترف بيلعب في الدوري الفرنسي وراجل. الراجل عايز يجرب الاحتراف يا سيدي، الراجل عايز يحترف، الراجل عايز يحترف في دوريات تانية. ايه المشكله؟ هو مش عايز يرجع مصر، وانت عارف ان لو رجع مصر هيرجع على الزمالك، ما عندوش حل تاني. ازاي يعني؟ مصطفى محمد لازم يبدا التشكيل، لازم يبدا الماتش بتاع كوت ديفوار الجاي، لا محاله. عايز تكسب الماتش الجاي